اللي الزمالك يلعب بيمين كده عشان يكسب ماتش العودة. طبعا الزمالك حط نفسه في موقف صعب طبعا بالتعادل هنا على ارضه، كان ممكن يخلص المباراة طبعا ويكسب ويبقى الماتش التاني ملوش لازمة. بس ان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك طبعا يعمل نتيجة ان شاء الله ويكسب نتيجة ايجابية ان شاء الله ويكسب ويصعد ان شاء الله لنهائي الكونفدرالية. ايوه فانا عشان شايف يصعد بقى يلعب بمين بقى؟ اقول لك انا هلعب بمين. عواد حارس مرمى يلعب حتى لو مصاب في شك. فممكن محمد صبحي، يعني لحد دلوقتي برضه لسه في كلام اللي عواد في مشكله طبعا في ظهره، فلسه هنشوف بقى هيلعب هما صبحي الاثنين ولا مستواهم يعني ما شاء الله يعني ما فيش غيرهم، هنعمل ايه طيب؟ نفس غيرهم شرس على مين. ما فيش مين غير هداف الدوري؟ ما فيش غيرهم الاثنين، فواحد فيهم لازم يلعب يعني. فعواد ممكن يلعب لو مفيش اصابه، يلعب ناحيه يلعب باك يمين، يلعب المسلوسي يلعب. مش هيلعب قلب دفاع. لا، يلعب المصري احسن باك يمين. طبعا الزمالك دلوقتي في مشكله عنده في الباك اليمين، مفيش باك يمين عنده، عمر كده جابر هيجيلك مصاب. مشكلة في الدفاع. لا، ممكن يلعب بحسام ويلعب بالزناري، يلعب الاثنين عرفت مساكين. طبعا الزناري. الزناري ما يلعبش باك يمين خالص يا جماعه، يلعب مساك. هو مكانه مساك، يلعب مساك. يلعب الزناري اصلا هو اصلا يعني اصلا مكانه باك يمين، فيلعب في مكانه، يلعب مكانه باك يمين اللي هو المسلوسي، قصدي المسلوسي، والزناري يلعب مكانه برضو مساك وجنبه حسام. وناحيه الشمال برضو الزمالك برضو عنده مشكله في ناحيه الشمال برضو طبعا. في اصابه برضو اسمه ايه ده، الباك الشمال احمد فتوح، فيلعب ممكن بنيمار الحته دي برضو. بس محتاجين واحد اشول يبقى فريمان ضاي، لو محتاجين واحد اشول. بس بريم ضاي ما بعرفش، بص يعني ما بعرفش مركز الباك الشمال ده خالص. ما انا بيعرفش يلعب، شايفه بريمان ضاي ما بيعرفش يلعب. بيأدي كده وخلاص يعني. هو ما بيعرفش يلعب بس. فانا شايف نيمار ممكن يأدي في الحته دي شويه، سريع شويه، يلعب لك في الحته دي. انا رايي بريمان ضاي الصراحه. هو الماتش اللي فات اداها بشكل كويس في الماتش الذهاب في مصر، لعب بشكل كويس والفرقه اصلا متواضعه يعني انت في الغالب برضو في الماتش هناك الزمالك برضو اللي يمسك الكوره وكده حتى لو ملعب سيء. وخلي بالك الملعب ارضيته سيئه جدا، بيلعب في وقت الساعه هو 4. هو بريمان ضاي يعني في سيء بس سيد نيمار هيكون اسوء. سيد نيمار نزل في مش ماتش شايف، انا حاسس ان نيمار ممكن يأدي في حته سيد شويه. نيمار. رجل اليمين ناحيه الشمال بتبقى يعني في اللي فيه مدربين بيلعبوا ناحيه الشمال لعيبه بتلعب رجل اليمين، يعني في لعيبه في مدربين كتير بتلعب نفس الطريقه دي يعني. والله يا سيد نيمار ده نزل ماتش الاهلي جات له كورتين ضيع 3 يعني مش عارف سيد يقول ايه. المشكله الزمالك مفيش لعيبه. فعلا الزمالك مشكلته دلوقتي مفيش محتاج لعيبه. الزمالك ينزل سوق اللعيبه. مشكلة الزمالك اللعيبة كلها اللي جابها الجديد ال10 لعيبة جابهم في خط النص والهافين وما جابش ولا باك يمين ولا باك شمال ولا جاب أي حاجة. فدي مشكلة كبيرة طبعا. طيب ننتقل لنص الملعب. نص الملعب شايف شحاتة يلعب جنب دونجا. انا شايف ويلعب أحمد حمدي. الماتش ده يكون اصلا ارضيه الملعب ما تساعدش ان نلعب الكوره قوي. فشايف الاثنين دول يلعبوا قدامهم أحمد حمدي. زيزو لازم يبدا. طبعا زيزو لازم يبدأ طبعا الماتش ده. طبعا زيزو يعتبر يعني اللي هنعول في الهجوم اصلا على مين؟ على زيزو وحمدي والجزيري. يعتبر هم يعتبر هم دول اهم لعيبه في الزمالك حاليا دلوقتي. فالمفروض يلعب بزيزو ويلعب الناحيه الثانيه بشلبي. انا شايف شلبي يلعب. شلبي صعب الصراحه. انا شايف برضو المشكله برضو في الزمالك ما فيش وينج برضو تقيل. هو مشكله شلبي بياخد القرارات الغلط في الوقت الغلط، يعني يا ريته بياخد القرارات الصح في الوقت الغلط. بياخد القرارات. طب مين يلعب بدل شلبي طب؟ انا مش عارف والله، يعني اي حد بدل شلبي يعني ممكن نلعب من غير شلبي خالص. يعني اي حد بدل شلبي، يعني مهاب ياسر ده شفته كام لقطه كان لاعب كويس، يعني ممكن يقدم مكان شلبي، ان شلبي مستواه كارثي مش سيء، لا كارثي يعني بيقدم مستوى صعب جدا. فممكن مهاب ياسر يكون افضل. اصل هو الماتش مش هيكون صعب يعني قوي ان الفرقه دي. بس برضه انت عايز لعيب، صعب على انت نفسه. برضه عايز لعيب عنده خبره. فشلبي عنده خبره برضه، ممكن يلعب ماتش زي ده. ماتش برضه هيبقى مش سهل برضه على الناس الزمالك، خلي بالك. هو لو سيد نيمار هيلعب، يعني في رايي ان سيد نيمار وبريمان ضاي واحد باك شمال واحد قدامه. لكن شلبي ما يلعبش الماتش الجاي، هيبدا اساسي يعني بشكل عام. ما يبداش لانه قدم مستوى صعب يعني صعب يعني. الا لو كان الماتش ده استثناء ويرجع تاني، بس هو مستواه في العموم يعني مش افضل حاجه شلبي يعني. طيب وقدام طبعا الجزيري. قدام الجزيري
طبعا ممكن نستغنى عن شالب نلعب اتنين مهاجمين برضو، ان انت اصلا فرقه يعني مش هتلعب كوره، انت غالبا هتعلق كور وبتاع، ان موضوع الارض دي طبعا انت مش هتلعب الكوره طبعا طويله، طبعا ارضيه وحشه جدا، مش هتعرف ممكن تلعب ممكن تلعب اتنين لعبك مهاجمين، الارضي. ممكن تلعب اتنين مهاجمين تخطف جونين. ناصر يعني ناصر منسي مش لعيب كوره على الارض، ولكن ناصر منسي ممكن يخطف جون كده من فرصه وبتاع. اه فممكن في ماتش زي دوت ناصر منسي يفيد، تلعب على عرضيات على المنطقه، في ناصر منسي يخطف كوره كده. مش لازم يعني يوسف الجزيري يتميز ان هو بره المنطقه بيلعب ايه، بيطلع بيسند الكوره بيخرج بره المنطقه كتير. بس انت لسه لازم تنزل تشكيل اساسي طبعا الشوط الاولاني، عشان لسه مش عارف اصلا الفرقه دي هتلعبك ازاي هناك طبعا على الارضيه الوحشه دي. وممكن بعد كده بقى الشوط هي الارضيه الثاني وحشه قوي هناك جدا، الارضيه ما تتلعبش عليها خالص يعني. يعني الارضيه وحشه جدا جدا هناك. فالزمالك كده. كفر سليم احسن من الارض هناك. كفر سليم اه ده كده الزمالك مش هيصعد. ربنا يستر يعني. هو يخطفوا الزمالك جون هو الزمالك صعب على نفسه الماتش. هو الماتش كان سهل، بس كان برضه المفروض الزمالك تخلص من فرص هنا. كتير، فرص كتير ما رضتش تخش. أنا مش عارف انا النادي ده مبني بفلوس ايه، مش عارف. هو نادي الزمالك يتيم دايما كده يحط نفسه في مواقف صعبة يعني، مش عارف في ايه يعني. هو كده عايزين الزمالك وكانت يصعد اسهل ياخد، بطولة خلي بالك الزمالك السنة دي، عايزين دي الزمالك البطولة دي ياخد سهلة جدا. الكونفدرالية والاهلي ياخد افريقيا ويلعبوا كده سوبر ايه. ونلعب وندي تاني القضية تاني. لا يا عم هنغير بقى المرة دي بقى، كفاية قضية يابا. حرام مش كل مرة بقى يا عم. فربنا يوفق ان شاء الله مرة نادي عليك مرة الزمالك علينا. ان شاء الله ويصعد، وبرضه ان شاء الله الاهلي برضه ان شاء الله يوصل النهائي، الاثنين ياخدوا البطولة ونلعب بقى السوبر الافريقي ونشوف بقى هنعمل ايه بقى. شوف بقى اي ناخد حد بقى حقنا بقى بتاع يديك بيراميدز بقى نعمل فيه اللي نعمله، ناخده في القاهرة نعمل فيه اللي نعمله، نخمس فيه اه يلا ربنا يسهل ان شاء الله، يصعدوا الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا جماعه بقى اشترك في القناه ان شاء الله. محمود الزنفولي على اليوتيوب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.